ونبدأ الأمسية مع الشاعر عماد أغا والفنان التشكيلي والشاعر الغنائي أستاذ عماد. اتفضل حضرتك. أستاذة شيماء، بتتكلم يقف هنا ولا يقف على المسرح؟ يقف هنا حتى ولو كان هو، حتى لو كان اتفضل عشان تبقى بس نتمنى انه يقعد على المنصه عشان يبقى بكل ايه. قول يا صدق انك هتيجي تقتل الغش في نفوسنا، تكسر القلوب وتدخل تعدل العجل في روسنا. كل واحد قال وقلنا ايه هنقوله تاني، لما اصل الجد واحد ومنا فينا بيجي جاني. راح اقول طيب يا زمن، كانوا فيك ناس طيبين، كانوا لو طالت ايديهم لقمة من ايد السنين يبقوا محتارين هيدوا منها مين ولا مين. قول لي ميتة يا زمن قدروا يخونوك زي ما خانوا ضميرهم، قدروا ميتة يقتلوا جوة ايديك وانت سايبهم، عبوا صوامعهم طفطفت فوق الحروف، قالوا هنذبح كل ليل اكبر خروف، وتبقى جلودهم مخزنة وكفاية هدمة مرجعة وبلاش كسوف من الضيوف. الخلاصة من الضمير ما بقاش يسير زي ما وصونا الجدود، والحكاية ان الطمع جاب الحرير فوق السرير نجش الجشع فوق الجلود، واحنا الغلابة المهضومين قالوا عننا قال ايه جرود، نجري ونزعج على الشجر لاجل ما نطول الثمر ويدوب نعيش. من يوم ما ولدي لقمة العيش ما بقاش يعيش، ما بقاش. شكرا.